شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. ياكم محمد. شباب، اليوم شرحنا افضل لانشر صيني على الاطلاق، يعني صراحة كلش حلو سريع. انصحكم تنزلونه، يخلي الجهاز سريع، زادا ايقوناته كلش حلوة وبميزات كلش حلوة. يعني مثل ما تشوف سرعة الجهاز، هاي سرعته جي اكس 3. طبعا جربته على الدوز وعلى الكور وعلى الجراند، كلش سريع. اللانشر صيني بس بميزات هسه راح تعرفونهن. طبعا لا تقولون صيني وكلش ما نفتهم من عنده، راح اعطيكم خطوه خطوه. اوكي هسه شباب نروح هذا البرنامج، اخليكم رابط اسفل الفيديو تدخلون عليه. طبعا اذا عندكم اي لانشر افضل تمسحونه، لان هذا لا يقولون لانشر موجود سوق بلاي ولا بالامريكي، كله بالصيني. راح تطلع لكم هاي الايقونه، ننتظره. هسه شباب تاخذون تسحبونه، وتنطون هاي العلامة. المهم شباب هسه اشتغل. اول شي هسه شو تسوي؟ انتم تحذفون هاي الايقونات، يعني بدون هاي الشخايب تضغطون هاي تسحبونها. شو تسوي؟ انتم تضغطون عليها حيل وتودونها على الماس هنا، تنطونها موافق وتضغطون هاي علامة. ورا شباب نفس الحالة، على هاي الحالة، وهم نطيها موافق، وكذلك على هاي. بعد انتم تعرفون الباقي. هسه شباب شو تسوون؟ شوفوا هسه شباب تقريبا الايقونات ما راح جاي تتحرك، كما اخذت من الوقت. هسه انتظر. شوفوا شباب القائمة ايش تتحرك. اول خطوة تضغطون هاي على القائمة. هاي القائمة تقدرون تخفون بها التطبيقات، ارجع عليها بس تضغطون عليها. هنا تقدرون تخفون اي تطبيق يعجبكم. اول شي تخلون رمز لكم الحساب، موافق. هسه مثل موقعي وهمي نعطي كذلك تخلي له رمز. طبعا ما يقدر يخرج لما تخلي رمز. وهسه شباب شو نسوي؟ تضغطون على الخيار، وعلى الخيار مالت الجهاز راح تطلع لكم هالقائمة. تضغطون على هالخيار، تروحون على اخر شيء على هالخيار، وكذلك. هسه شباب هنا تلعبون بالايقونات، تقدرون هاي تسوونها دائرة. هسه شباب هاي القائمة نخرج. هاي لازم تحطه دائم. هسه شباب طبعا ما صارت دائرة، نرجع. ثالث خيار تخلي دائرة، ثاني خيار نفس الحال، وهذا ثالث خيار عفوا دائرة. كما جاي تشوفون شباب. طبعا تريد تودون هاي القائمة تبخرونها، تضغطوا على الخيار وعلى اخر شي، وعلى هاي القائمة تسوون هيك. طبعا راح يروح القائمات العفو. على اخر شي
هاي تحطونها علامة صح، خطأ توقفونها. مثل ما تشوفوا الشباب راحت القائمة. المهم بس يكون الوقت عندي. المهم شباب تردون تخلون هاي القائمة العفو وياها تجرونها تسحبونها. هسه شو تسوون؟ تقدرون تدخلون عليها وتغيرون هذا الاسم، تضغطون عليه تكتبون شنو نوع هذه البرامج، تصاميم او فشي تبقى عندكم تخرج. باش عندنا الخطوة مثلا على هذا البرنامج تضغط عليه هنا مسح، هنا التعديل اعتقد، تكتب اسم البرنامج هذا بكيفك حتى تخلي له صورة تقدر. اوكي انا نضغط لحظة شوف، تخلي هنا ايقونة تعجبك، ايقونة تعجبك من هذنا تخليهم. اكو ايقونات واكو صورة تقدر تخلي منها، هاي صورة من يمك تخليها. شوف هسه هاي خليها هاي الصورة تحول، شوفوا هسه هنا تحول. بعد ايش بقت عندنا؟ ها الايقونات اسمه الثيمات بس بناتيات، بس بناتيات فقط، يعني خاصة البنات اذا نزلنا اكو ثيمات بناتيات كلش حلوات. لا مو هنا، تقدرون تضغطون على الخيار وبعد يا خياركم موجود. اي شباب هنا هسه شو نسوي بس يظهرن. هاي شباب مثل ما جاي تشوفون كلش حلوات، يعني تضغطون عليهن راح شو تسوي تعطونه بس تنزيل، هاي علامة تنزيل. انتظر اذا نزل حمل عصري حتى اكمل الشرح. المهم شكله شوف للداخل بعدين ما يحتاج اكمل الباقي. مثل ما جاي تشوفون راح يتحول هاك هذا الشكل. بعد ايش بقى عندنا؟ ايش بقى عندنا؟ ايش بقى عندنا؟ المهم شباب من هنا انتهى الشرح، ان شاء الله استفادتم من الشرح.